يا جدعان الدوري ده السيتي بيضيع الفوز في اخر 5 دقايق وتشيلسي بيتعادل في الدقيقه 95. ليفربول عمال يقع من على الشجره واحده واحده، ومحمد صلاح بيقدم تاني اوحش ماتش ليه من بدايه الموسم بعد ماتش نوتنجهام برضه بس في الدور الاول. على الناحيه التانيه عمر مرموش بيودع فرانكفورت بجون واسيستين. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان نوصل القناه 1000 مشترك، وتعالوا كده نتكلم في كل اللي حصل ده. خلينا نبدا بماتش ليفربول ونوتنجهام. وانا بجد والله الموضوع ده بيعصبني، هما المدربين دول بيبقوا عايشين معانا. يعني مين في العالم مش عارف ان ماتش زي ماتش ليفربول النهارده ده ما ينفعش فيه دياز اللاعب اللي هو ياخد لك الكرة ويبقى وشه للجول. ما ينفعش فيه دياز مهاجم خالص. ماتش زي ده يوتا هو اللي كان لازم يلعب فيه مهاجم. طب هم المدربين ما بيبقوش شايفين ده زينا؟ ما بيبقوش عارفين ده؟ ما هو الموضوع ده بيجنن. زي برضه انشيلوتي من يومين قصاد برشلونة، كان ليه برضه حاجات العالم كله شايفها الا هو. فانت يا ايرني يا سلوت عارف ان انت هتلاعب نوتنجهام الفريق اللي بيقفل، ونونو سانتو اللي هو ميزته الوحيده الدفاع. انت شايف ان دياز هيعرف يستلم بظهره ويلاعب الفرقه وهو مهاجم؟ هو نقطه قوه دياز على الجناح ان هو ياخد الكوره رايح وشه للجون ووشه للمدافعين، بيقعد بقى يحنكش ويرقص المدافعين. انما دياز ما ينفعش يبقى مهاجم، وبالذات في ماتش زي ده. يعني لو هتلعب على المرتدات ماشي، لو بتلعب مع فرقه سايب لهم الكوره وهتلعب على وعايز يبقى عندك سرعات قدام، تمام، هنفهم حاجه زي دي. انما ماتش زي النهارده ده ما ينفعش فيه دياز خالص. ولحد الدقيقه 70 ليه سايبه لحد الدقيقه 70؟ مسلوت في ماتش النهارده من اول التشكيل قراراته غلط، وكمان تبديلاته متاخره قوي. يعني انت نزلت الماتش بتشكيل غلط وتمام، اول تبديل ليك يبقى في الدقيقه 65. كل ده وانت شايف الفرقه قدامك عاجزه عن ان هي تروح اصلا تشوط شوطه واحده على الجون. انت الفرقه ما راحتش على الجون وابتدت تشوط غير لما يوتا نزل. بعيدا عن تبديلتين المشعوذين اللي عملتهم دول، نزل سميكاس ويوتا في الدقيقه 65. في الدقيقه 65 ومش عارف كام ثانيه كانوا هما الاثنين، واحد رافع الكره للتاني والتاني جايبها جون. اللي انت عملته ده يا عم سلوت شعوذه. وشفنا بقى بعد كده ان يوتا لما نزل، لا يوتا غير الجون اللي جابه فيه جونين كمان كان ممكن يجيبهم. واحده صلاح اداها له وواحده كانت متشتته، بس هو حظه ان سيلز كان واقف في الجون النهارده. سيلز النهارده تقريبا صادت 5 فرص محققه، 2 من يوتا واحده من جاكبو كانت صعبه قوي. فلا سيلز النهارده عمل ماتش حلو جدا. محمد صلاح واحده من اوحش ماتشاته، تحس رجله فيها لمسه زياده دايما للكوره. دايما وهو داخل على اللاعب اول ما بياخد قرار الترقيص بتلاقي اللاعب قطعها منه. في لمسه زياده دايما عند صلاح في ماتش النهارده بالذات، كانت دايما بيحاول يروح يرقص بس بتتقطع منه. غير الكور اللي شاطها وبتطلع بره، هو كوره واحده بس تقريبا هو اللي شاطها على الجون حلوه وقول عينه شالها من على الخط. دي كوره كانت هتيجي، كانت جايه جون في اخر مش عارف في الدقيقه 90 باين. غير كده صلاح ما جاش الماتش، كل الكور بيخسرها تقريبا، مش عارف يستلم. في كوره ارنولد اداها له لو كان داس عليها كويس كان هيروح انفراد هو والجول. سوبوسلاي ما كانش احسن ماتشاته، روبرتسون ما كانش احسن ماتشاته، دياز نفس الكلام، صلاح نفس الكلام، اليسون الكره اللي دخلت فيه دي كور بيصدها اليسون برده عادي. فمعظم الفرق النهارده كانت وحشه. اللي مستغرب له كمان ان ايرن سلوت المفروض عارف ان هو هيقابل ماتش زي ده، ان ماتش نوتنجهام ده هيبقى ماتش رخم جدا. تحضيره ليه مش باين ان هو محضر اي حاجه. كل جماهير ليفربول مستنيه اصلا الماتش ده من الدور الاول، من ساعه ما ليفربول ما وقعتش غير في ماتش واحد قصاد نوتنجهام. فكل الجماهير مستنيه ماتش العوده قصاد نوتنجهام. متهيألي ايرن سلوت خذل كل مشجعين ليفربول. على الناحيه الثانيه بنلاقي نونو سانتو عمل ماتش دفاعي جامد جدا. لعيبه نوتنجهام كانوا بيدافعوا كويس، واقفين على رجليهم بدنيا حلو قوي. ممكن في الاخر وقعوا شويه بس هم عشان بيدافعوا 90 دقيقه. الكوره الخطيره الوحيده تقريبا اللي راحوا بيها سجلوها، وهي مش كوره خطيره قوي زي ما قلنا اليسون كان ممكن يصدها. فنوتنجهام ونون سانتو مستمرين في الاداء العظيم اللي عاملينه من اول الموسم. هم حاليا منفردين بالمركز الثاني بالتعادل قصاد ليفربول. ارسنال لو خسر بكره هيبقى نوتنجهام خلاص في المركز الثاني لوحده. ومن حظ ليفربول وايرن سلوت ان مانشستر سيتي تعادل وتشيلسي كمان اتعادل. خلونا بقى من هنا نروح لماتش تشيلسي وبورنموث. ماريسكا الماتش الخامس على التوالي بيفشل ان هو يكسب، والغريب ان الثلاثه من ال5 ماتشات اللي ماريسكا ما عرفش يكسب فيهم دول هو كان بيتقدم. يعني في 3 ماتشات ماريسكا وتشيلسي اتقدموا وبعد كده النتيجه بتتقلب عليهم، يا بيخسروا يا بيتعادلوا. ماريسكا خذلان كبير جدا، وخصوصا ان في ناس كتير قوي كانت متعشمه ان تشيلسي هو اللي هيبقى المنافس المباشر لليفربول في الفتره اللي تشيلسي قاعد يكسب فيها دي. بس زي ما قلنا قبل كده، اول ما الكل ابتدى يبص عليه والانظار كلها راحت له، لا ماريسكا عمال يقع في ماتش في الثاني في الثالث في الرابع لحد ماتش النهارده الخامس على التوالي اللي ما بتعرفش تكسب فيه. ماتش تشيلسي النهارده ده من ناحيه ما تقدرش تلوم فيها ماريسكا لانه وصل الفرقه للجول. تشيلسي النهارده سجل جون غير الجون اللي سجله، راح على الجون 3 4 مرات.
بس من الناحيه الثانيه تلومه في حاجه ثانيه، ان المهاجم اللي انت مصمم عليه جاكسون اللي انت مصمم عليه هو اللي مضيعك. يعني محدش هيقدر يلومك في الحته الفنيه ان انت قدرت توصل الفرق، انما بقى في حته الاختيارات بتاعتك انت السبب. جاكسون بقاله 5-6 ماتشات مش شايف قدامه، والعالم كله وجماهير تشيلسي كلها شايفين الكلام ده الا ماريسكا. ماريسكا مصمم على جاكسون، عندك بره نكونكو، عندك بره جواو فيليكس، انت مصمم على جاكسون. وادي بسبب جاكسون ماتش زي بتاع النهارده ده، انت لو كنت طلعت من الشوط الاول كسبان 2-3 لا كنت هتبقى مستريح باقي الماتش وكنت هتكسب. جاكسون في الشوط الاول لوحده مضيع فرصتين كبار. ماريسكا بيدفع ثمن عناده وبيدفع ثمن ان هو مصمم على لعيبه بعينها. سانشيز، مادويكي، جاكسون زي ما قلنا. سانشيز الجون الثاني اللي دخل فيه ده مش اول مره تدخل في سانشيز. الجون اللي بيبقى في الزاويه الضيقه دي حصلت كذا مره قبل كده، وتقريبا حصلت قصاد استون فيلا. فسانشيز كارثه في الجون، ما بيعرفش يبني اللعب وما بيعرفش يلعب برجله، ليه تصديات كويسه بس بيرجع يعمل غلطات عبيطه يضيع لك بيها الدنيا. ليه مصمم على مادويكي؟ نيتو النهارده اول ما نزل لا كان عامل شغل، كان محرك الدنيا شويه عكس مادويكي خالص اللي تحسه بيبقى كسلان في الملعب ومش عارف يجري ولا قادر يجري اصلا. في كوره كانت في الشوط الثاني كده بالمر لعبها له على المخمض على اساس ان هو بيجري، بيبص لقى واقف في مكانه واتقطعت الكوره. دي كوره او دي حاجه بسيطه جدا تبين لك ان مدويكي ده ما يعتمدش عليه. هو لاعب عنده كتير بس مزاجي، ما يعتمدش عليه خالص. نيتو لما نزل كان بيتحرك وتحس عنده روح وتحس ان هو بيدافع وبيهاجم وعايز الفرقه تكسب، غير ان انت كده يعتبر خلاص خسرت نكونكو خلاص عايز يمشي، وغالبا هيمشي من الفرقه الشهر ده بسبب ان انت بتعند معاه. فرصتك الوحيده ان جاكسون الماتش الجاي خد الانذار الخامس مش هيلعب غصب عنك يا ماريسكا، فانت مطالب ان انت تنزل يا جو فيليكس يا نكونكو. ممكن بقى حد فيهم يجيب جول فيتألق فيبتدي يمسك مكان جاكسون والدنيا تفوق شويه. في نهايه الكلام على تشيلسي، تعادل بيبعد تشيلسي اكتر واكتر عن التوب فور. نيوكاسل طالعه، استون فيلا طالعه، وانت كده هتبتدي تلعب على ان خصومك هم اللي يوقعوا نقط، لان الموضوع دلوقتي ما بقاش في ايدك. ونخش على اخر ماتش هو السيتي وبرينفورد، ومش هيبقى فيه كلام كتير. جوارديولا مدرب نحس. النهارده كان حظه وحش قوي، الفرقه صنعت 5 فرص خطيره. هالاند ضيع واحده في الشوط الاول ما تضيعش، اللي هو بيجيبهم هالاند على طول، بس هو هالاند ما تعرفش بقى ماله. سافيو الشوط الثاني كانوا رايح هو وهالاند انفراد تقريبا 2 على 2، انن في الكوره قوي وشاطها هو وضاعت. دي بروين عمل نفس الحركه بس مع سافيو، هالاند ريحها له كده على شماله، اول ما جات له قام شايطها على طول، ولو كان لعبها لسافيو كانت ممكن تدخل. لعيبه السيتي اصلا بعد ال 2-0 اطمنوا، بقوا بيروحوا بكور كتير بس كانوا بيلعبوا لنفسهم. اللعيبه كلها كانت بتيجي عند اللمسه الاخيره وتأنن، كانوا مطمنين للنتيجه وان النتيجه 2-0 وخلاص الدقيقه 85 وكده كده هنكسب، بس ما كانوش عاملين حسابهم على عوده برينفورد الفريق المحترم جدا اللي لحد اخر ثانيه كان بيقاتل هو ومدربهم توماس فرانك، اللي من اول الموسم عاملين اداء محترم جدا على ارضهم. برينفورد على ارضهم من اول الموسم فرقه قويه جدا، وصعب قوي ان انت تكسبهم على ارضهم اصلا، فان انت تكون متقدم 2-0 ويرجعوا عليك في اخر 5 دقائق دي بصراحه انا مش شايف ان هي بتاعت جوارديولا. لعيبه جوارديولا هم اللي خذلوه النهارده وبيخذلوه بقى لهم فتره كبيره. مانشستر سيتي تقريبا اخر 15 ماتش ما كسبش غير ماتشين بس، يمكن النقطه الايجابيه الوحيده هو فودن اللي ما تعرفش بيحصل له ايه قصاد برينفورد على ارض برينفورد. السنه اللي فاتت جاب على نفس الملعب هاتريك، وادي السنه دي هو اللي جاب جونين السيتي. حاجه كمان اللي عايز اتكلم عليها عرضيات دي بروين زي ما قلنا عمل واحده لهالاند في الشوط الاول بشماله جميله جدا بس هالاند ضيعها، وكرة الجون الاول برضو نفس العرضيه. عرضيات دي بروين يا جماعه بتروح للاعب في مكانه بالظبط، تشوتها انت بقى بدماغك برجلك هو هيوديها لك في مكانك وانت والجون تتصرف. فالسيتي وجوارديولا مستمرين في الموسم الكارثي بتاعهم، ونستغل بقى كلامنا عن السيتي ونخش عن مرموش. ولدنا مرموش اللي السيتي هيخلص معاه وهو اللي هينقذ لهم الموسم بتاعهم. مرموش في 17 ماتش في الدوري قدر ان هو يساهم ب 24 مساهمه، 15 جون و9 اسيستات، في الوقت اللي الدنيا كلها بتتكلم فيه عن انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي. عمر مرموش نفسه فاصل دماغه عن كل ده وبينزل كل ماتش مع فرانكفورت مركز. من 3 ايام قدر ان هو يجيب جون كسب بيه فرقته، والنهارده هو بنلاقيه بيجيب جون وبيعمل اسيستين عشان للماتش الثاني على التوالي يساهم في فوز فريقه. ودي حاجه تبين لك ان هو ذهنه حاضر رغم كل الكلام والنقله اللي هيتنقلها عمر مرموش ان هو يروح مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي ويتدرب تحت ايد جوارديولا. كل دي حاجات اكيد لو اي حد تاني ممكن تلاقي ذهنه متشتت، بيفكر اكيد غصب عنه هيفكر في لما اروح هعمل ايه والنقله دي هتغير حياته ازاي، انما لا، مرموش مركز في الماتش، مركز مع فرقته لحد اخر ثانيه، وده اللي مخليه فارق عن اي لاعب مصري جه قبله او هيجي بعده زيه زي محمد صلاح برده. وهنا بنتكلم على فكره العقليه، قبل انت حريف ولا لا، قبل انت بتعرف تلعب ولا لا، دماغك العقليه بتاعتك هتوصلك لفين، وهو ده اللي مخلي مرموش ناجح دلوقتي. مرموش في 30 مباراه مع فرانكفورت من اول الموسم بيساهم ب 33 مساهمه تهديفيه. مرموش لعيب كبير بعقليه كبيره قوي ويستاهل النقله اللي
هو هيتنقلها لمانشستر سيتي دي. الموضوع بيقرب جدا ومش هستبعد خالص ان الاقي مرموش اساسي مع السيتي يوم الاحد. بس كده ده كان كلامنا عن ماتش ليفربول وماتش تشيلسي وماتش مانشستر سيتي وطبعا عمر مرموش. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه عشان نوصل ال 1000 مشترك. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.